وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه النهارده؟ جاي لكم فيديو جديد وطريقه هنعمل فراخ مش بطريقه هنديه وايه معرفش، هي طريقه حسام، طريقه سهله وبسيطه قوي قوي. وبسبب ان على فكره الطريقه دي حسام كان هيولعنا في المطبخ، هتشوفوا في الفيديو اللي وراه في اللقطه اللي جايه. يلا بينا بقى نشوف الوصفه حسام. يلا تابعوا بقى الفيديو للاخر، وانتوا متنسوش تقولوا لنا انتوا بتتابعونا من اي بلد، اكتبوا لنا في الكومنتات. يلا بينا نشوف الوصفه. في الفيديو في اول كومنت واول تعليق مثبت هتلاقوا طريقه الفراخ الرهيبه دي جامده 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 جامده، وبسبب الفراخ دي كانت هتحصل كارثه. شوفوا الفيديو وتابعوه للاخر، وانتوا تابعوه للاخر. انت بتسقف بتشكر في نفسك، استنى يا حسام ثانيه واحده وانت هتعرفوا ايه اللي هيحصل. يلا بينا. هنا بقى مكان الخضار، حط معلقه سمنه او زبده. شوفي بعد ما تاخدي ايوه واتقفلت عليها اه كله في بعضها. يلا نزلها. بسم الله. لا ده انت تعمل العكس. ايوه كده. انت برضو مش شيف برضو يا استاذ، لازم اديك التكات. يا حبايبي احنا سيبنا البانيه يتحمر في الزبده براحته، وجبنا الخضروات بقى نهرسها خالص ونرجع لكم. خلاص هرسنا الخضروات المشويه. هتحط شطه، ما تكترش عشان انا هاكل منها. سيبي الحته الصغيره دي ما تحطش عليها شطه. ممكن حطيت. انت قطعت فلفل اخضر تحتها. هتديني حته من الفلفل ده ونمشي بالزيت ده ده هيبقى احلى حاجه على فكره. ايوه دي ايه؟ بابريكا. بس هي اكتر مش دايت. ايه؟ مش دايت. نعم شويه. انا هقول للدكتور كده على فكره. ها؟ طب ما ده اليوم الفري بتاعك. ده يوم فري ونشتر الدكتور سامح. تعالى شوف الدكتور سامح سامح بيعمل ايه. حط شويه فلفل اسمر. ملك التوابل دي حط الحته بتاعتي انت ما حطيتش عليها. شكل المربعات دي تحفه. خلي بالك انت المفروض كنت خليت المربعات قصاد بعض. لا يعني اقصد ان القطعه الثانيه تبقى زي دي على الوش. لا فاهم كده بقى. طب اعملها. شايفه من جوه اصلا. لسه عايزه تستوي. طبعا دي بتاخد، بصي دي استوت بقى، دي استوت. دي حتتي مفيش جنبها. ما هو شايفه انت؟ شايفه؟ الفلفل ده ناخد منه كده. شوفي شوفي في حته الفلفل حلوه ازاي. بصي ايوه اصلا شايفه الزيت ده ايه؟ كرملي بتاعت الكرملي. شفتها؟ حط بقى حط. حطيت ايه على الخضروات دي؟ مش هتحب تحط حاجه. فلفل اسمر، ملح، فلفل اسمر وبابريكا. طب يلا بسم الله. عاوزاها بتاعتك ولا لا؟ تجيبها كده. انت بتقول الاكله دي هندي؟ هي يعني ها قولي هنا عشان انت عامله ده يعني الخلطه دي مش يعني طعمها خالص ولا خضار جوانيه بس انت ما رضيتش. بدل ما شايفين بقى؟ الله على ريحتها. نفسي كانوا يبقوا موجودين معانا ويشموا ريحه يا اخويا. جماعه قولوا له في الكومنتات، هو كان عاوز يفرم الخضار اكتر من كده وانا قلت له هو كده كويس. قعد يقول لي انا مش مسامحك وزعلان منك. طب هو كده مش حلو؟ كده مش حلو؟ ده ريحته جميله جدا. طبعا. حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا بصراحه شكلها فظيع، بس لازم اعمل تيست يا حسين. ممكن تعمل على فكره كتير. لا انا عايزه اعمل تيست تاني، بس ما عملتوش قدام المتابعين بتوعنا. لو سمحت انا عايزه اعمل تيست. انا عايزه اعمل تيست من حي الصراحه، مش انا ليا حته اهي اعمل بقى تيست تذوق. خلي بالك يا عصام، هي لو حاميه انا مش هاكلها. يلا بس سام هتعمل انت تيست تذوق؟ لا انت. انا وانت؟ انا عارف اكل. انا وانت؟ انا عارف اكل، مش محتاجه اقيم اكل. بصوا بقى ربنا يستر. واو تحفه. بس عارف هي فيها عيب واحد بس، سبايسي اوفر يا حسام. انا بحب السبايسي. لا صعبه. اي حد في القناه دي بيحب السبايسي. خلاص انا كده مش هاخد الحته بتاعتي. بس كده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وعملنا تيست التذوق بتاعنا. فراخ طريقه سهله وبسيطه، هي على فكره برضو هي دايت،
مفيهاش مواد دهنيه كتير ومفيهاش حاجه. بس اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ونقول لهم ايه. سلام.